اول حاجه هنسحب اللوجو بتاعنا على التايم لاين، وهنحدد اداه الريكتانجل تول ونرسم شيب يغطي اللوجو والجنب الشمال، وبالسلكشن تول نوقفه على حدود اللوجو بالظبط. نضغط في مكان فاضي عشان نسيب اللاير، ونحدد اداه التكست تول ونكتب التكست اللي احنا عايزينه، ونظبط حجمه بحيث يكون جوه الشيب الاحمر اللي احنا عاملينه ده. ونضغط بره تاني ونحدد التكست بتاعنا ونخليه يعمل تراك مات للشيب لاير الاحمر بتاعنا ده، ونضغط هنا عشان نعكس التراك مات، ونقفل الشيب لاير ونضغط بره. وبنفس الطريقه هنرسم شيب تاني علشان يغطي الجنب التاني، ونتاكد برضه ان على حدود اللوجو بتاعنا، وهنرجع نضغط بره تاني ونكتب التكست التاني، ونظبط ابعاده علشان يبقى داخل الشيب بتاعه. هنضغط بره برضه ونخلي التكست التاني يعمل تراك مات للشيب التاني، ونعكسه من هنا برضه، ونقفل اللاير بقى عشان نعمل الانيميشن بتاعنا. هنحدد الاربعه لاير، الاثنين شيبس والاثنين تكست، وتسحب من اي واحده فيهم وتخليهم يعملوا بيرنت اند لينك للوجو. هنحدد اللوجو لوحده بقى ونضغط بيه علشان نفتح البوزيشن ونعمل كي فريم، وبعد ننزل اللوجو لحد ما يختفي من الشاشه، ونتحرك بالسي تي اي مده الانيميشن ونطلع اللوجو تاني. هنحدد الاثنين كي فريم ونضغط F9، نفتح الجراف ونحدد الجزء اللي على اليمين ونسحبه لورا. تعالوا كده نشوف الانيميشن. تمام كده، هنقفل بقى الجراف ونقف بالسي تي اي على الكي فريم الثاني. هنحدد الاثنين تكست بتوعنا ونضغط بيه علشان نفتح البوزيشن ونعمل كي فريم. هنتحرك بالسي تي اي مده الانيميشن، ونرجع نمسك التكست الاول من البوزيشن ونخرجه، ونكرر نفس الموضوع مع التكست الثاني. ونحدد الاربعه كي فريمز ونضغط F9 ونفتح الجراف، ونحدد النقطه اليمين ونسحب ناحيه الشمال زي ما عملنا. هنرجع بالسي تي اي للبدايه ونقفل الجراف، ويلا بينا نشوف الانيميشن الكامل.